في المستهل وبعد مراسم الاستقبال وقف السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقفة ترحم على روح الشهيد سويداني بوجمعة الذي يحمل مقر قيادة القوات البحرية اسمه، حيث وضع باقة من الزهور على النصب المخلد للشهيد وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعدها ورفقة اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية أشرف السيد الفريق أول على تدشين المقر الجديد للقوات البحرية. عقب ذلك تابع السيد الفريق أول عرضا شاملا حول هذا المقر الجديد قدمه القائمون على إنجاز المشروع. قبل أن يعاين ميدانيا مختلف المرافق المنشآتية التي من شأنها الإسهام في توفير كافة الشروط والظروف الملائمة لمستخدمي قيادة القوات البحرية لأداء المهام الموكلة لهم بالاحترافية اللازمة. بعد ذلك اجتمع السيد الفريق أول بإطارات قيادة القوات البحرية، حيث أسدى للحاضرين جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذا الصرح الجديد، وكذا مضاعفة الجهود الكفيلة بمواصلة العمل الجاد الذي يليق بسمعة قواتنا البحرية، لا سيما في مجال تطوير قدراتها والحفاظ على سلامة أقاليمنا البحرية والتصدي لكل التهديدات المحتملة.